طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل ريفيجن على الجزء اللي فات، صح كده؟ عشان ابدا ابديت المعلومات عندك، صح؟ طيب ما تيجي مع بعض كده نفتكر مع بعض، ومعنى كلمه نفتكر مع بعض ان انت تتكلم معايا ما تتكلمش لوحدي بعد اذنك. ماشي؟ اول حاجه يا باشمهندس في الجزء بتاع الريفيجن انا بدات اشرح لك في السكشن الثاني حاجه اسمها السيرفيس تنشن. يعني ايه السيرفيس تنشن يا باشمهندس؟ ايه؟ قوه تجاذب جزيئات الفلويد مع نفسه او مع سطح ايه؟ اخر، صح كده؟ وكان السيرفيس تنشن دي يا باشمهندس كانت عباره عن قوه، صح؟ كانت عباره عن قوه اسمها ايه؟ سيجما. كانت السيجما دي يا باشمهندس اليونت بتاعها ايه؟ اليونت بتاعها يعني نيوتن لكل ايه؟ قال لك هو نيوتن لكل متر، صح كده؟ فانت لما كنت عايز بتبقى توازن قوه مع قوه كنت بتضرب السيجما دي في لينز، كنت بتضربها في متر علشان تيجي لك ايه؟ نيوتن، صح ولا مش صح؟ طيب باشمهندس هو السيرفيس تنشن انا عندي منه كام نوع؟ نوعين. قال لك اول نوع هو نوع اسمه الكوهيجن والتاني اسمه الايه؟ الادهيجن. باشمهندس معلش هو الكوهيجن دوت هو تماسك جزيئات الفلويد مع بعضها ولا مع سطح اخر؟ مع بعضها. قال لك هنا مع بعضها. طب هنا يا باشمهندس قال لك مع سطح ايه؟ مع سطح اخر. طيب باشمهندس هو ايه الابلكيشنز بتاعت الكوهيجن؟ الايه؟ السوب بالظبط. قال لك السوب بابل، صح كده؟ والووتر دروبلت، صح ولا مش صح؟ طيب الابلكيشن بتاعت الادهيجن حاجه اسمها الكابيلري رايز، صح كده؟ اللي هي الخاصيه الشعريه بتاعتي، صح ولا مش صح؟ طيب باشمهندس ما تيجي معلش كده نتكلم على اول حاجه اللي هي السوب بابل في السريع. قال لك يا باشمهندس اول نوع عندي او اول ابلكيشن عندي هي حاجه اسمها السوب بابل. كنت بعمل ايه يا باشمهندس او كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك ان الفقاعه بتاعتي ديت هي ماسكه في بعض ليه؟ نتيجه حاجه اسمها السيجما، نتيجه حاجه اسمها السيرفيس ايه؟ تنشن. فبدات ارسم لك الكوره دي، صح؟ وقلت لك يا باشمهندس علشان تجيب اي انترنال فورس في اي حاجه في الدنيا في الاستراكشر كنت بتقسم القطاع عندك، صح ولا مش صح؟ فكنت بتاخد قطاع كده وبتبدا تبص، صح ولا مش صح؟ تعال نبص مع بعض. اهو اهو اهو، مش ده الشكل بتاعي؟ طيب باشمهندس في حاله السوب بابل كان عندي هنا ايه؟ قال لك انا عندي سيجما، ولكن سيجما في اللي بره وسيجما في اللي ايه؟ في اللي جوه. وقال لك مين اللي كان اكشن بتاعي؟ مين الاكشن؟ قال لك هو عباره عن البريشر بتاعي، صح؟ وساعتها لما جيت عملت معادله الاتزان قلت لك ايه؟ قلت لك البريشر في الاريا بيساوي السيجما في لينس ايا كان اللينس ده ايه، صح؟ طيب انت هنا عندك كام سيجما؟ 2 سيجما، فكنت بتحط هنا ايه؟ 2. طب الاريا بتاعتك يا باشمهندس هي عباره عن ايه؟ قال لك هي الباي على الاربعه الدي ايه؟ سكوير. قال لك بتيكوال الاثنين في السيجما في اللينس بتاعي هو مين؟ قال لك بالظبط هو الاثنين باي ار، او خليها في الدي لان هنا برضه في دي فخليها باي ايه؟ باي دي، صح؟ هنسمبليفاي، هتودي 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 هتودي، هيبقى ان البريشر بيساوي ال8 السيجما على الايه؟ الدي. والعلاقه ديت حقك يا باشا تستخدمها على طول في حاله ان هو قال لك ايه؟ سوب بابل. في مشكله؟ طيب الابلكيشن الثاني يا باشمهندس كان حاجه اسمها ايه؟ الووتر دروبلت، صح؟ ركز معايا بالله عليك اهي. الووتر دروبلت قال لك نقطه الميه، قال لك الفرق ما بين هنا وما بين هنا هي حاجه واحده يا باشمهندس، ان هي دي سيجما واحده ودي كام سيجما؟ 2 سيجما. فانت برضه هتعمل نفس الكلام. قال لك يا باشمهندس انا عندي كده الشكل بتاعي، صح؟ وعندي بس دي سيجما. فهقول الاتي، هقول يا باشمهندس ان البريشر سبحان الله في نفس الاريا اللي هي الباي على الاربعه دي ايه؟ تربيع، بتيكوال السيجما في اللينس. انهي لينس؟ الباي في الدي، صح؟ ودي هتودي، هيبقى ان البريشر بيكوال الاربعه السيجما على الايه؟ على الدي. بروز. في مشكله في ده او في ده او في السيرفيس تنشن؟ خالص. طيب الابلكيشن الاخير عندي اللي هو بتاع حاله الادهيجن قال لك حاجه اسمها الكابيلري ايه؟ قال لك الكابيلري رايز. قال لك دي يا باشمهندس هي عباره عن ايه؟ قال لك انا لو عندي تانك زي دوت فيه ميه وبدات احط فيه تيوب بالشكل ده، فاكر الكلام ده ولا مش فاكره؟ قال لك الميه هيحصل فيها ايه؟ هتطلع لفوق كده، صح؟ صح ولا مش صح؟ قال لك هتطلع لفوق ليه؟ هي انا بتكلم عن نفس البروبرتي يا جماعه، نفس السيرفيس تنشن، هتطلع فوق عشان السيرفيس تنشن. فانا عندي هنا حاجه اسمها ايه؟
سيجما صح؟ فانا هقول لك الايه؟ هقول لك ان سيجما، انا هعمل دلوقتي اتزان، ركز معايا، هقول لك ان سيجما في لينس برضو على فكره بيساوي الويت بتاع ايه؟ بتاع الميه او بتاع الفلويد بتاع اي حاجه. ركز بقى معايا. طيب باشمهندس السيجما هحطها مفيش اي مشكله. وانت متفق معايا ان الشكل ده يا جماعه فيه سيجما في كل حته؟ صح؟ فانا هضرب السيجما في الايه؟ في المحيط بتاع الايه؟ بتاع الدايره، صح ولا مش صح؟ فقال لك انا هضربه في الايه؟ في الباي في الايه؟ في الدي. كل ده بيساوي الويت، الويت بيساوي ايه في ايه؟ الجاما في الايه؟ في الفوليوم. قال لك يا باشمهندس هي بتيكوال الجاما في الفوليوم، الجاما بتاعت الفلويد ايا كان الفلويد ايه؟ طيب هي جاما الوتر بكام؟ لا رقم معروف اللي هو ايه يا باشمهندس؟ 9810 ايه؟ نيوتن بير ايه؟ بير متر كيوب صح؟ طب باشمهندس الجاما بتاعت اي فلويد ايا كان هو ايه؟ بيساوي ايه؟ قال لك يا باشمهندس الجاما بتاعت الفلويد بيساوي السبيسيفيك جرافيتي بتاعته في ال 9810. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو جه هنا مثلا قال لك الفلويد ده هو عباره عن زئبق. الزئبق السبيسيفيك جرافيتي بتاعته ب 13.6. ساعتها الجاما بتساوي كام؟ 13.6 في 9810 بس كده. طب باشمهندس لو زيت ومديني السبيسيفيك جرافيتي ب 0.8 ساعتها يبقى الجاما فلويد ايه؟ 0.8 9810. قول. دي الجرافيتي، ما هي بص دي كده في كده، دي 9.81 في 1000 يبقى 9810. لا انا عايز الجاما بتاعتها، انا عايز الجاما بتاعت الميركوري بتساوي 13.6. اني فوق اللي هي الجاما في الجي، عادي اعملها برضو، هتقول له ان الجاما في الجي. طيب باشمهندس الجاما بكام؟ الجاما بتاعت الزئبق بكام؟ ما هي هتبقى 13.6 في ال1000 في 9.81. ليه؟ لان انت عندك يا باشمهندس هي السبيسيفيك جرافيتي كبروبرتي كانت بتساوي الرو بتاع الفلويد على الرو بتاع الايه؟ الووتر، وقال لك برضه بتساوي سبحان الله الجاما بتاعت الفلويد على الجاما بتاعت الايه؟ الووتر. فانا لو عايز جاما الفلويد قال لك هضرب السبيسيفيك جرافيتي بتاعته في 9.810. صح ولا مش صح؟ في اي مشكله؟ طيب باشمهندس كده انت جبت الجاما بتاعت الفلويد ايا كان هو ايه؟ على فكره انا وانا بعيد بقول معلومه انا ما قلتهاش قبل كده فركز معايا. طيب قال لك هضربها في ايه؟ في الفوليوم. فوليوم ايه؟ بالظبط، قال لك هو الفوليوم بتاع السائل اللي ارتفع، يعني ده الاتش بتاعته، وهقول لك ان الفوليوم هو عباره عن اريا في اتش. ايا كان الاريا ايه؟ الاريا بتاعتي ايه؟ دايره صح؟ هتبقى ايه يا جماعه؟ باي على 4 ايه؟ دي تربيع في الايه؟ في الاتش. في مشكله دلوقتي؟ اللي عنده مشكله يقول. ايه؟ الكوزاين سيتا طبعا. اهي. في الكوزاين سيتا. طيب بما اننا بقى اتكلمنا عن الكوزاين سيتا. باشمهندس هو الشكل بتاعي كان كده صح؟ فانا قلت السيجما في كوزاين السيتا في الباي في الدي، دي فيها مشكله؟ طيب باشمهندس السيتا ديت من كام لكام الفلويد يطلع ومن كام لكام الفلويد ينزل؟ قال لك يا باشمهندس السيتا دي من 0 ل 90 درجه الفلويد هيحصل فيه ايه؟ هيطلع، لان القوه بتاعتي بقت لفوق. طيب لو القوه بتاعتك لا، السيتا بتاعتي يا باشمهندس قعدت تزيد 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 لحد ما وصلت ل 120. معنى كده ان القوه نازله لايه؟ تحت. معنى كده ان الفلويد هيطلع ولا هينزل؟ هينزل. معلومه مهمه ها؟ تمام؟ يبقى من تاني انا كل اللي انا قلته يا باشا ان السيتا بتاعتي لو هي من 0 ل 90 معنى كده ان الفلويد هيطلع. بس كده، مش عايز منك حاجه تاني. طيب اكتر من 90 بس كده. في مشكله دلوقتي؟ في حد عنده مشكله في السيرفيس تنشن؟ طيب هقول معلومه كمان. باشمهندس انا عندي شويه ميه اهم، هو لازم يا باشمهندس يجيب لي تيوب؟ طيب ما جابلكش تيوب، جاب لك كيوب وليس تيوب. عارف يعني ايه كيوب؟ زي مكعب كده او متوازي كده، مستطيلات نازل لتحت. قال لك ايه اللي هيحصل يا باشمهندس؟ لو انت فاهم هتحل اي حاجه. كده كده الفلويد هيحصل فيه ايه؟ هيطلع صح؟ قال لك هيطلع وهيحصل له نفس الشكل دوت، وهقول له نفس السيتا
ونفس السيجما صح؟ وهقول له السيجما في كوزين الثيتا في اللينس، وساعتها اسال نفسك اللينس بتاعي اللي كله سيجما فين اللينس؟ المحيط بتاع مين؟ محيط المربع بتاعي صح؟ او محيط المستطيل بتاعي اهو. المحيط ده يا باشمهندس لو دوت A ودوت B، قال لك ساعتها اللينس بتاعي هيبقى عباره عن A بلس B، كل ده في كام؟ في 2. طب باشمهندس الويت هيساوي ايه؟ باشمهندس الويت بيساوي الجاما في الفوليوم، الجاما انا عارفها صح؟ ب 9810 لو هي ميه، او سبيسيفيك جرافيتي ب 9810 لو هي فلويد. طيب الفوليوم قال لك عادي الفوليوم يا باشمهندس انت معودني انها الاريا في الاتش، انهي اريا؟ الاريا بتاعت مين؟ قال لك الاريا بتاعت المستطيل صح؟ اللي هو الاي في البي صح؟ في الاتش اللي طلعتهم. شكرا. طيب اي شكل ايا كان هو ايه هتعرف تعمله؟ ما خلاص بقى صح؟ اللي عايز صور. بعد كده يا باشمهندس دخلنا في ايه؟ دخلنا في حاجه اسمها الفيسكوستي صح؟ طيب بعد كده دخلنا في حاجه اسمها الفيسكوستي، ايه الفيسكوستي دي يا باشمهندس؟ قال لك يا باشمهندس بسم الله الرحمن الرحيم الفيسكوستي معناها اللزوجه. برضو يعني ايه؟ قال لك هي مقاومه المائع للايه؟ نعتبرها للحركه، هنعتبرها للحركه. قال لك يا باشمهندس هي مقاومه المائع للتشكلات، ماشي؟ قال لك مقاومه المائع لحدوث التشكلات او للحركه، عادي مفيش مشكله. مفيش اي مشكله. قال لك يا باشمهندس الفيسكوستي بتاعتي قعدت اقول لك قانون بيقول لك ان التاو، مين التاو؟ الشير ستريس بيساوي الميو في الايه؟ في الدي في بير الدي واي صح؟ طيب باشمهندس هو الفيلوسيتي ديستريبيوشن كان شكله عامل ازاي؟ قلت لك لو عندي انا تانك كده في اي فلويد ايا كان هو ايه، وفي حاجه كده بتتحرك بسرعه في، ساعتها الفيلوسيتي ديستريبيوشن كل ما بنزل في الدبس كل ما بيحصل له ايه؟ بيقل. قال لك يبقى انا عندي هنا هو الماكسيمم صح؟ وهيبدا يقل كده صح ولا مش صح؟ ودوت حاجه اسمها الفيلوسيتي ايه؟ ديستريبيوشن. قال لك يا باشمهندس بقى انا عندي ديت الاصل، هبدا اوصلها لحاجه بتقول لي ايه؟ ان التاو بتساوي الميو في الايه؟ في الفي ماكسيمم على البي. الفي ماكسيمم دي يا باشمهندس هي عباره عن ايه؟ قال لك هي السرعه الاقصى او السرعه الماكسيمم اللي هي عند السطح. طيب البي العمق كله، قال لك هو العمق اللي بيبدا من في ماكسيمم لفي كام؟ 0. في مشكله؟ وقلت لك يا باشمهندس بعد ما انت بتعمل كده بتساويها بالفريكشن فورس على الاريا فريكشن. الاريا اللي بتقاوم الاحتكاك، مش اي اريا لمسه ميه. خلي بالكم من النقطه دي. بص اسال نفسك مين الاريا اللي بتقاوم الاحتكاك الجاي لي؟ بس يعني مثلا جيت انا في السؤال قلت لك الشكل ده، ساعتها كانت الاريا هي عباره عن ايه؟ بتاعت البليد. بعد كده رحت جيت في المثال اللي بعده قلت لك ان انا عندي كده ونازل عن طريق الجرافيتي الاريا الايه؟ الازاحه الخارجيه صح؟ طيب قلت لك واحده ثانيه، قلت لك انا عندي حته سلندر كده وبيبدا يروتيت، فقلت لك ساعتها الاريا فريكشن هي ايه؟ هي المحيط صح؟ والبي في الحاله دي قال لك البي يا باشمهندس هي الدي الكبيره ناقص الدي الصغيره على الايه؟ على الاثنين اللي هي المسافه دي صح؟ وساعتها الفي ماكسيمم. يا جماعه الكلام ده مش جديد، موجود ها؟ طيب باشمهندس ساعتها قلت لك ان الفي ماكسيمم بتساوي ايه؟ قلت لك بتساوي حاجتين على حسب الاوميجا صح؟ قال لك يا باشمهندس هي بتساوي الاوميجا ار لما الاوميجا يدهني بالايه؟ بالراديان بالايه؟ بير سكند صح؟ وقلت لك انها بتساوي 2 باي اوميجا ار لو الراديان بالايه؟ لو الاوميجا بالايه؟ الله ينور عليك. بس ما تنساش تقسمها على الكام؟ على 60 عشان تحولها لايه؟ لسكند وعيش دنيتك. ووقفت لحد كده المره اللي فاتت صح؟ انا كل اللي انا بقوله دوت عشان اقول الحته الجديده. بص بقى يا باشا، الجزء الجديد بقى بيقول لك ايه؟ والله لا سيبها. بيقول لك يا باشمهندس مساله رقم 12 في الشيت. كل الفكره بتاعتها ايه يا باشمهندس؟ الفكره بتاعتها ان الموضوع مش ثابت. المساله بتقول ايه؟ بتقول لك يا باشمهندس انا عندي ديسك سيركولر كده، ده ديسك. في مشكله؟ قال لك موجود على بليت، البليت ده ثابت. البليت ده ايه؟ ثابت.
قال لك الديسك ده يا باشمهندس بيبدا يحصل له روتيشن، بيبدا يحصل له روتيشن باوميجا. الاوميجا دي راديان بير سكند، مديهاني كده. يبقى السلندر ده يا باشمهندس بيلف ها، قال لك بيلف على فيكسد بليت، يعني قاعد عمال يلف ويحك على مين؟ على الفيكسد بليت. طب انا هسالك سؤال، هو هنا يا باشمهندس السرعه بتساوي ايه؟ مش هي الاوميجا في الار؟ فيها مشكله؟ طيب باشمهندس مش في النص هيبقى في سرعه بتساوي زيرو، وهنا سرعه وهنا سرعه وهنا سرعه وهنا سرعه لحد ما نوصل للار الاخيره؟ صح؟ فقال لك السرعه متغيره على حسب الار. ادي اول حاجه. قال لك تاني حاجه، بناء ان السرعه متغيره فهتلاقي ان الفورس متغيره. فقال لك هتوصل لحاله من حالات التكامل، هتكامل. فاكر انتجريشنز؟ بتكمل ازاي؟ بس انا مش عايز اي حاجه تاني، زي الفل كده. قال لك يا باشمهندس انت هتكامل، طب ما تيجي مع بعض نشوف المساله بتقول ايه. طيب المساله بقى بتقول لك ايه يا باشمهندس؟ ركز معايا ها. بيقول لك افلات سيركولار ديسك. فلات ها، يعني ايه فلات؟ يعني مسطح كده، تمام؟ قال لك بريديوس 1 متر، يعني الار بكام؟ 1. حلو. قال لك is rotated at an angular velocity، قال لك بتروتيت بانجلر فيلوسيتي بتساوي 0.65 راديان بير سكند. فيها مشكله؟ قال لك على فيكسد سيرفيس. عايز ايه بقى؟ هو عاوز الباور required to rotate the disk على اويل. يعني هنا حط ايه؟ زيت. الله ينور عليك. قال لك بفيسكوستي، يعني ايه الفيسكوستي؟ اللي هي الميو، صح؟ بتساوي 0.15 بواز. والسكنس بتاعها بتاع الاويل الجميل ده بيساوي السكنس، هكتبها لك، سكنس بيساوي نص مليمتر. بس كده. هو عاوز ايه يا باشمهندس؟ قال لك انا عايز الباور. عايز الايه؟ الباور. الباور دي بتساوي ايه؟ يا ابن اللذينه، عرفتها منين دي؟ استاذ انت. بص يا باشا، واحده واحده. الله اكبر الله اكبر. ننتظر بقى. باشمهندس كل الفكره تبقى عارف الباور دي بتساوي ايه، صح؟ قال لك يا باشمهندس الباور بيساوي الانرجي اللي هي الطاقه على ايه؟ على التايم. فيها مشكله؟ هي كميه الطاقه المبذوله في وقت من الزمن، صح؟ دي اسمها الباور. طيب الطاقه دي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ بالظبط. قال لك يا باشمهندس الطاقه دي بتساوي الفورس في الديستانس، كل ده على ايه؟ على التايم، صح؟ طيب باشمهندس هو الديستانس على التايم ده اللي هو مين؟ الفيلوسيتي، صح؟ يبقى معنى كده وصلنا ان الباور، ركز بقى معايا، بيساوي الفورس في على ايه؟ هنشيل دي كلها نحط فيلوسيتي في الفيلوسيتي، صح ولا مش صح؟ قال لك يا باشمهندس يبقى الباور بيساوي الفورس في الفيلوسيتي. الفكره بقى كلها انك توصل لمعادله تقدر تكملها. انت مقتنع ان في تكامل اصلا؟ بجد مقتنع ان في تكامل؟ ولا انت كده قلت خلاص؟ طيب انا هسالك سؤال معلش. هو انا ليه يا باشمهندس لما الراجل ده كان بيلف ما قلتليش في تكامل؟ لا عادي، كان باوميجا على فكره ار بي ام، وانت ما جبت سيره التكامل. حلو، الراجل ده بيتكلم صح. قال لك يا باشمهندس هو انا ليه قلت تكامل؟ قلت لك تكامل لان السرعه بتتغير بناء على الار، صح؟ طب هو فين هنا السطح اللي عليه فريكشن في الحاله دي؟ هو السطح الايه؟ الخارجي. السطح الخارجي دوت الار بتاعته ثابته ولا متغيره؟ ثابته. الار بتساوي الرقم اللي مديهولك. طب في الحاله دي يا باشمهندس هو فين السطح اللي عليه فريكشن؟ قال لك بقى ده الفرق كله، هو ده الفرق. الراجل الطيب ده، ان الراجل الطيب ده هو اللي عليه فريكشن. عارف يا باشمهندس لو كان الراجل الطيب ده هو اللي عليه فريكشن، اللي هو السطح الخارجي بتاع الديسك، ما كناش هنكمل لان الار ثابته. انما الفكره كلها ان السطح ايه؟ السطح الفلات ده هو اللي عليه فريكشن. فكل ما بتغير الار، كل ما بتغير الفيلوسيتي، كل ما بتغير الشير ستريس، كل ما بتغير الفورس، كل ما بتغير الباور، فلازم تكامل. تفهم حاجه؟ في مشكله؟ طب هسالك سؤال، ليه يا باشمهندس ليه انت في الحاله دي ما قلتليش السطح ده معايا؟ قال لك بالظبط، هو الفلويد بيحك فين؟
في اللي بره، هو ليه علاقه باللي فوق واللي تحت؟ لا. انما الراجل الطيب ده لا، هو بيلف كده كانك يا جماعه ماسك ديت قاعد عمال تعصرها كده، بتعصر صح؟ فقال لك وانت عمال تعصر كده، قال لك طول ما انت في النص انت بزيرو، وكل ما تبعد كل ما بيتغير، فهي دي النقطه، ده الفرق كله. في مشكله؟ طيب تعالى مع بعض بقى نوصل لحاله، انا وصلت للنقطه دي وانت ما كانش عندك اي مشكله. طيب باشمهندس، الفيلوسيتي باوميجا في ايه؟ في ار. الفورس بقى بايه؟ هي دي فورس ايه بس معلش؟ دي انهي فورس؟ الفريكشن صح؟ ارجع هرجع تاني. الفريكشن فورس بيساوي التاو في الاريا ايه؟ في الاريا فريكشن صح؟ طب يلا يا باشا عين الفورس وحط لي الاتي، هتقول لي ان الباور بيساوي الاوميجا في ار، دي اللي هي مين؟ الفيلوسيتي، هضربها في التاو اللي هو الشير ستريس، هضربها في اريا. في مشكله؟ تعالى نفك مع بعض. قال لك يا باشمهندس حلو قوي، ادي اوميجا في ار في التاو بيساوي ايه؟ ها؟ الميو في الايه؟ في الفي ماكسيمم على ايه؟ على البي صح؟ كل ده هضربه في ايه؟ في الاريا. الفي ماكسيمم بتساوي ايه؟ اوميجا في ار صح ولا مش صح؟ يبقى انا عندي اوميجا في ار في الميو في الاوميجا في ار على البي. سؤال، البي رقم ثابت ولا ليه علاقه بالار؟ رقم ثابت، يعني اسيبه زي ما هو؟ حلو قوي، ملوش علاقه بالار. قال لك في الفكره كلها في الراجل الطيب ده الاريا. طب هي اريا ايه؟ ايه؟ الله ينور عليك، هو الاريا بتاعه الفريكشن سيرفيس، الايه؟ السطح اللي بيحصل عليه احتكاك. ايوه برضو، اللي هي بكام؟ الدي بكام؟ الفكره كلها لما انت كنت في اعدادي كنت بتقول لو انا عايز اكمل اريا كنت بتعمل كده دايره كده، وتقول الدايره الجميله دي هبدا اشدها لحد ما تبقى ايه؟ شكل كده صح؟ صح ولا مش صح؟ وكنت تقول ان السمك ده هو حاجه اسمها دي ايه؟ دي ار، والحته دي كلها حاجه اسمها 2 باي ايه؟ 2 باي ار اللي هو المحيط بتاع ايه؟ بتاع الدايره اللي هتكملها. صح ولا مش صح؟ هو انت يا باشمهندس لو خدت جزء صغير كده ريليتد بالار وكملت الار من 0 لحد 1 اللي هي الار بواحد، مش كده يبقى انا جبت الاريا كلها؟ صح ولا مش صح؟ فاكر الكلام ده؟ طب انا هعمل نفس الكلام دوت يا باشمهندس. انا كل اللي انا هعمله هشيل الاريا واحط الكلام ده 2 باي ار في الدي ايه؟ الدي ار بس. فانا هقول له 2 باي ار ده اللي هو المحيط بتاع الشريحه، هضربه في الدي ار ده اللي هو سمك الشريحه. في مشكله؟ ايه؟ ما ده مضروب ده في مشكله؟ طيب كل الجميل دوت هكمله من ار بتساوي 0 لار بتساوي ايه؟ 1، وكل ده هيبقى اسمه الايه؟ الباور. لا انا هحل معاك. قال لك يا باشمهندس طيب تعالى مع بعض يلا، الاوميجا في الار في الميو في الاوميجا في الار في 2 باي، كام ار؟ عندي كام ار؟ يبقى ار اس ايه؟ ار اس 3 صح؟ طيب تعالى مع بعض هنقول ار اس 3 بره خالص في الميو دي اوميجا سكوير، اوميجا في اوميجا. هقسم كل دوت على البي، كل ده هضربه في 2 باي، كل ده هضربه في ار اس ايه؟ استاذ كل ده دي ايه؟ ار. على فكره كل دوت عباره عن رقم ثابت ممكن يطلع لايه؟ لبره صح؟ وبعد كده هتكمل الار اس 3، فهتقول اوميجا سكوير في الميو على البي. ركز معايا لان انا ممكن اكون غلطان. في ال 2 باي في ار اس 4 على ايه؟ على 4 من ار بتساوي 0 لار بتساوي ايه؟ 1. هتعوض عن الار بواحد، لما تيجي تعوض عن الار بزيرو هيطلع الرقم كله بايه؟ بزيرو، مش فارقه معايا. فساعتها يا باشمهندس هتحط ارقامك. في مشكله؟ انا هحط ارقامي برضو. الاوميجا بايه؟ قول لي بقى الارقام. 0.65 صح؟ تربيع. هضربها في الميو، الميو بكام؟ الميو بتساوي 0.15 ايه؟ باز. قول لي بقى مين هو الباز؟ بالراحه قول. قال لك يا باشمهندس الباز دي بتساوي الاتي 0.15 في الداين في الايه؟ في السكند على ايه؟ على السنتيمتر مربع. ينفع يا باشمهندس تعوض بدي على طول؟
لازم ايه؟ تحول. طب ما تعال نحول، هيبقى 0.15 هضربها فيه عشان احول من داين لنيوتن، بضرب في كام؟ 10 باور ايه؟ -5 بالظبط اهي. هقسم على من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع، 10 باور نيجاتيف 2 أس 2 يبقى 10 باور نيجاتيف ايه؟ 4. في مشكلة؟ طيب حط الكلام ده يا باشمهندس 0.15 في 10 أس -1 اللي هي -5 ناقص 4. في مشكلة في الرياضة؟ حلو. هضرب الكلام ده كله في ايه؟ انا كده ضربت في الميو في 2 باي، فيها مشكلة؟ 2 باي في 1/4. بس عوضت عن الار بواحد، 1 أس 4 بواحد على 4 بس كده. لو الار ب2 البي عينيا هقسم على البي بكام؟ نص في 10 أس ايه؟ أس نيجاتيف ايه؟ 3 عشان احولها من مليمتر لايه؟ لمتر. هتلاقي ان الرقم ده كله يا باشمهندس بيساوي 20 تقريبا يعني لو صح. حد يحسب عنده؟ 20. في مشكلة؟ الفكرة بقى كلها في الوحدة بتاعت الباور هي ايه؟ وحدة الباور ايه؟ جول على الثانية. ده معلومة صح. ايه؟ الايه؟ الهورس. نفس الكلام، معلومة صح يا جماعة. هي يا جماعة فورس في ديستانس على التايم، نيوتن في المتر بير سكند. ايه؟ اول سيكشن اهي، فورس نيوتن في ديستانس متر على التايم بثانيه، يعني نيوتن في المتر على الايه؟ على السكند. قال لك بقى يا باشمهندس ان نيوتن في المتر دي، نيوتن في المتر هتروح حاجه اسمها ايه؟ جول. حاجه اسمها ايه؟ جول. يعني ده كله بيساوي جول بير سكند. قال لك ان الجول بير سكند دي كلها حاجه اسمها ايه؟ وات. وبس كده يا باشا. اول حاجه يا باشمهندس الفيسكوستي، ركز معايا ها. قال لك يا باشمهندس في علاقه ما بين الفيسكوستي وما بين التمبريتشر. في علاقه ما بين الايه؟ الفيسكوستي والتمبريتشر. الفيسكوستي دي اللي هي اللزوجه. قال لك انا كل ما بزود درجه الحراره كل ما اللزوجه بتقل. فقال لك العلاقه ما بينهم ايه؟ علاقه عكسيه. ادي اول معلومه ها. MCQ. ركز معايا. المعلومه الثانيه. انا بتكلم عن الليكويد يا باشا، انا بتكلم عن الليكويد لحد دلوقتي. طيب باشمهندس في حاجه اسمها الفيبر بريشر. في حاجه اسمها الايه؟ الفيبر بريشر. ايه هي الفيبر بريشر يا باشمهندس؟ قال لك هو ضغط البخار، بخار ميه او بخار في الهواء، صح؟ قال لك يا باشمهندس كل ما بزود درجه الحراره قال لك الجزيئات بتاعه الهواء او جزيئات الغاز بتبدا تخبط في بعض اكتر. زي ايه بالظبط؟ قال لك زي ما بحط حله فيها ميه واحطها على النار وازود النار، ايه اللي بيحصل في الميه؟ قال لك بتعمل بق 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 كده، صح؟ البق بق دي بقى هي اللي بتحصل في الهواء. والله ما بهزر فعلا. قال لك بقى البقبقه دي يا باشمهندس هي اللي بتحصل في الهواء. قال لك يعني ايه برضه يا باشمهندس؟ قال لك فمعنى كده ان جزيئات الهواء يا باشمهندس او جزيئات الغاز بتخبط في بعض اكتر وبتزود الايه؟ الفيبر بريشر. يعني علاقه يا باشمهندس من الاخر ما بين التمبريتشر وما بين الفيبر بريشر علاقه ايه؟ طرديه بالظبط. قال لك هي علاقه ايه؟ طرديه. كل ما بزود التمبريتشر كل ما البقبقه بتزيد، كل ما البريشر بيزيد. في مشكله لحد دلوقتي؟ خالص؟ ماشي؟ طيب باشمهندس انا كده عملت ايه لحد دلوقتي؟ انا لحد دلوقتي شرحت لك الريفيجن بتاع السيرفيس تنشن بتاع الفيسكوستي، عملت لك حته جديده في الفيسكوستي، شرحت لك اكزامبل 12. في مشكله؟ طيب تعالى مع بعض نخش على اخر حاجه في شابتر 1 وهي حاجه اسمها الكومبريسابيلتي. يعني ايه الكومبريسابيلتي يا فندم؟ يعني ايه الكومبريسابيلتي؟ قال لك الانضغاط. قال لك يعني ايه برضه؟ انا هسالك سؤال. انا دلوقتي قاعد عمال اتكلم كل الكلام عن الليكويد. انا قلت لك معلومه في اول سيكشن ان الليكويد يا باشمهندس اقدر اضغطه ولا ما اقدرش؟ بص هو صعب الانضغاط بس اقدر. قلت لك الفرق بين الليكويد وما بين الغاز هو فرق صغير جدا. ان الليكويد هو هارد تو كومبريس، قال لك صعب اضغطه، انما الغاز سهل قوي. فقال لك الحاله دي حاله الكومبريسابيلتي دي بتقول لك ان انت لما بتيجي بتضغط على الليكويد ممكن تضغطه بس بتحتاج قوه كبيره قوي. فانت بس هو عايز يحسسك بالارقام مش اكتر. في مشكله؟ طيب باشمهندس الكومبريسابيلتي فاكتور معامل الانضغاط اللي هو الكي بيساوي ايه؟ قال لك هو بيساوي التغير في الفوليوم على التغير في البريشر. تاني بيساوي التغير في الفوليوم بالنسبه للفوليوم الاصلي على التغير في الايه؟
في البريشر. دي فيها مشكله؟ وقال لك يا باشمهندس هي العلاقه ما بين البريشر والعلاقه ما بين الفوليوم علاقه عكسيه ولا طرديه؟ كل ما بزود بريشر الحاجه الفوليوم بيحصل فيه ايه؟ بيقل، يعني علاقه ايه؟ عكسيه. عشان كده راح حط لك سالب هنا. فراح قال لك ان الكومبريسابيلتي فاكتور دوت هو بيساوي الاتي: سالب الدلتا في على الفي نود، كل دوت على ايه؟ الدلتا ايه؟ الدلتا في. طب باشمهندس هي الدلتا في دي اللي هي ايه برضو؟ قال لك الدلتا في اللي هي الفي فاينل ناقص الفي ايه؟ انيشال اللي هي النود، تمام؟ والدلتا بي هي البي ايه؟ فاينل ناقص البي ايه؟ انيشال. خلي بالك من الحاجات دي. طيب باشمهندس بعد الكي شرح لك حاجه اسمها البالك مودولس اوف الاستيستي. قال لك ايه ده يا باشمهندس؟ قال لك معامل المرونه. خدتها في الماتيريال السنه اللي فاتت، فاكر؟ قال لك يا باشمهندس السنه اللي فاتت كان عندك كيرف كده ما بين الاستريس وما بين السترين في حاله الخرسانه، في حاله الماتيريال. مش احنا خدنا ماتيريال؟ ايوه، كان الكيرف بتاعي كان طالع كده وبعد كده تك 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 وبعد كده عامل كده، صح؟ قال لك يا باشمهندس الاي اللي هو معامل المرونه المودولس اوف الاستيستي، قال لك هو بيساوي الاستريس على ايه؟ الاستريس على السترين. خلي بالك من الكلام دوت. قال لك يعني ايه برضه؟ قال لك بيساوي الدلتا بي من الاخر على الدلتا في بر ايه؟ بر في نوت. والعلاقه ما بين البريشر والفوليوم علاقه ايه؟ عكسيه، فبحط الايه؟ السالب. يعني معنى كده ان الاي بتساوي 1 على ايه؟ على الكي. قال لك انا بشقلبها بس. يبقى عرفت الفرق ما بين الكومبريسابيلتي فاكتور وما بين المودولس اوف الاستيستي. ديت عباره عن الاستريس على السترين، ودي عباره عن الايه؟ اعتبرها سترين على الاستريس. طب باشمهندس هي الوحده بتاعت دي ايه؟ دي. قال لك يا باشمهندس وحده الفوليوم هتروح مع وحده الفوليوم، صح؟ هيبقى وحده الايه؟ البريشر. قال لك يعني وحده المودولس اوف الاستيستي هي نيوتن بير متر سكوير، عادي كانها بريشر عادي جدا. في مشكله؟ حد عنده مشكله؟ بجد والله؟ ماشي. طيب حاجه صغيره خالص. تعال ناخد الاي دي على جنب. الاي بتساوي سالب دلتا بي، كل ده بر ايه؟ بر دلتا في بر ايه؟ بر في نوت، صح؟ طيب باشمهندس هو الرو بتساوي ايه؟ الماس على الفوليوم، صح؟ طب باشمهندس تقدر تشيل الفوليوم وتحط الرو؟ قال لك يا باشمهندس انا كل اللي انا هعمله ان الفوليوم بيساوي الماس على ايه؟ على الرو. يعني ممكن اشيل دي، هقول له بالاتي: سالب دلتا بي على الدلتا ام على الدلتا رو، كل دوت على الام نود على الرو نود. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ انا كل اللي انا عملته شلت الدلتا في حطيت دلتا ام على دلتا رو اهي. شلت الفي نود حطيت ام نود على رو نود. الماس هيتغير اصلا. لو انا عندي تانك فيه ميه واثرت عليه ببريشر الفوليوم ممكن يتغير، انما الماس هيتغير. فقال لك الماس هيروح مع الايه؟ مع الماس. فيها مشكله؟ طيب بيقول لك ايه بقى يا باشمهندس؟ بيقول لك المثال رقم 14 بيقول لك لو انا عندي تانك بيكونتين ووتر واويل، يعني التانك دوت فيه ووتر من تحت وفيه اويل وفوق فيه اير. والمسافه دي ب 0.7 والمسافه دي 0.6 والمسافه دي 0.2. بيقول لك يا باشمهندس لو انا جيت اثرت على التانك دوت ب بريشر بيساوي 1 ميجا باسكال. كله معايا؟ كله معايا؟ طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان البالك مودولس اوف الاستيستي اللي هي الاي بتاعه الووتر بيساوي 2075 ميجا باسكال، والبالك مودولس اوف الاستيستي بتاع الاويل بيساوي 2050 ايه؟ ميجا ايه؟ باسكال. هو كل اللي هو بيقوله لي بيقول لي قول لي مقدار الاتش اللي نزلتها الاويل مع الووتر. تاني هو عايز دلوقتي، انا عندي دلوقتي اير، حطيت ضغط على الاويل والووتر قيمته 1 ميجا باسكال، فالاويل هيحصل فيه ايه؟ هيقل والووتر هيقل، فانت هتجيب دلتا اتش من هنا وتجيب دلتا اتش من هنا وتزودهم على ايه؟ على بعض عشان تجيب مقدار التغيير الكلي. فيها مشكله؟ طيب باشمهندس تعرف تفك الاي ووتر؟
يلا قول لي الاي ووتر بيساوي الاتي ماينس دلتا بي على الدلتا في على ايه؟ على الفي نود، صح؟ طيب باشمهندس الدلتا بي بكام؟ بواحد، لان هو قال لك انا عملت انكريز، يعني زودت واحد، يعني زودت قد ايه؟ واحد، يعني الدلتا بكام؟ بواحد، يعني دي هسميها دلتا ايه؟ دلتا بي. يعني دلوقتي هقول له بيساوي سالب الدلتا بي، وعرفت ان دي بكام؟ بواحد ميجا باسكال على الدلتا في يا باشمهندس. الدلتا في الفوليوم. باشمهندس هو مش الدلتا في او الفوليوم هو عباره عن اريا في اتش؟ طيب الاريا ثابته ولا مش ثابته؟ يعني دلوقتي ممكن اقول له هي الاريا في الدلتا اتش، صح؟ على اريا ايه؟ اتش نود. والاريا تروح مع الايه؟ مع الاريا. حد عنده مشكله في النقطه دي؟ خالص؟ الاريا ثابته ما فيهاش دلتا. فهقول له بيساوي ال 2075 بتاعتي اللي هي الاي بتساوي سالب واحد. خلي بالك هنا ميجا باسكال وهنا ميجا باسكال، فعادي صح؟ على الدلتا اتش. الدلتا اتش دي يا باشمهندس مش هي الاتش فاينل ناقص الاتش نود على الاتش نود. الاتش نود بكام في حاله الووتر؟ 0.7 الووتر، وفي هنا بكام؟ 0.7. تعرف تجيب الاتش فاينل؟ حد يعرف يجيبها؟ هستناك وهيك. مش مكتوبه عندي، مكتوبه على طول الدلتا اتش اللي هي الاتش فاينل ناقص الاتش نود على طول حته واحده ب 0.3 صفار 3 4. 0.3 صفار 3 4 متر. تمام؟ طيب دي في حاله الايه؟ الووتر. تعرف تقول لي ان الاي بتاعت الاويل، يلا قول لي بقى هكتب ايه؟ هي يبقى سالب ايه؟ واحد على ايه؟ على دلتا اتش اويل على الاتش نود. الاتش نود بقى بكام؟ 0.6. فهتجيب على طول الدلتا ايه؟ وساعتها تبقى الدلتا اتش توتال بيساوي الدلتا اتش بتاع الووتر زائد دلتا اتش بتاع مين؟ بتاع الاويل. ماله الاير؟ او عايز الفلويد بس اللي هي الليكويد يعني. حتى هذه اللحظه حد عنده مشكله؟ اللي عايز يصور. لا عادي، كنت ممكن تسيبها دلتا اتش صح؟ على طول. يعني ممكن تشيل دي كلها وتحط دلتا اتش وتجيب الدلتا اتش على طول، صح الصح. وبكده يا باشمهندس انت خلصت الكومبريسابيلتي اللي هي الكي، خلصت المودلز اوف الاستيستي اللي هي الاي، خلصت اكزامبل ايه؟ 14. في مشكله دلوقتي؟ طيب تعال نبدا نتكلم مع بعض على شابتر 2. طيب شابتر 2 يا باشمهندس اسمه ايه؟ اسمه حاجه اسمها الهيدروستاتيك. يعني ايه كلمه هيدروستاتيك؟ قال لك يا باشمهندس كلمه هيدرو او الهيدريتس عموما اللي هي الفلويد والليكويدز عادي. كلمه ستاتيك يعني ايه؟ قال لك ثابت. فكلمه هيدروستاتيك هو دراسه ثبوت الليكويد، بس هندرس ان الليكويد ساكن. الليكويد ايه؟ ساكن. فانا بالنسبه لي دلوقتي الليكويد بيتحرك ولا ساكن؟ يبقى الشابتر ده كله بيتكلم عن ان الليكويد ساكن. قال لك يا باشمهندس الشابتر ده متقسم عندي لحتتين. الحته الاولانيه هيبدا يتكلم عن الانترنال بريشر في الفلويد. يعني ايه؟ يعني انا عندي تانك فيه ميه، قال لك الميه دي اي بوينت فيها ليها بريشر بكام وبناء على ايه؟ بس فهيبدا يتكلم عن الضغط جوه جزيئات الفلويد. ده اول جزء. الجزء الثاني اللي في الشابتر يا باشمهندس هيتكلم عن الاتي. هيتكلم عن الفورسز الاكتد على السبمرجد بوديز. يعني ايه؟ قال لك بناء ان انا حطيت بودي او اي جسم جوه الفلويد جوه الليكويد، الليكويد هيأثر عليه بايه؟ بفورس، صح؟ قال لك الفورس دي بقى بكام وتتحسب ازاي والدنيا معاها ماشيه ازاي. والكلام ده مهم قوي 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 قوي. ده اي ستراكشر اليمنت جوه الميه بيتحسب عليه الانترنال بريشر او الفورسز اللي جايه من الليكويد. فاهم حاجه؟ طيب يبقى ده الجزء الاولاني وده الجزء الثاني. تعال بقى نتكلم عن الجزء الاولاني. الجزء الاولاني اللي هو الانترنال بريشر، الضغط الداخلي. قبل ما اتكلم عن الضغط الداخلي، يعني ايه ضغط؟
لا ده الضغط بتاع الليكويد مش الضغط الجوي. قال لك يا باشمهندس هي الضغط انت لسه قايلها من شويه، هي فورس على الاريا صح؟ هي كميه الفورس اللي جايه لي على الاريا بتاعتي، جبت البريشر. قال لك يا باشمهندس اليونت بتاعتها ايه؟ نيوتن بالايه؟ بالمتر سكوير. قبل برضه ما اخش في الانترنال بريشر هديك شويه بيزكس. باشمهندس هو الواحد اتموسفير، اولا يعني ايه اتموسفير؟ قال لك يا باشمهندس اتموسفير اللي هي اتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي بتساوي كام؟ ايه؟ قال لك يا باشمهندس بص هي 1.013، بص هي 1 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع، أو 10 أس 5 على طول نيوتن لكل متر مربع، دي فيها مشكلة؟ طيب الواحد بار، يعني إيه بار؟ البار يا باشمهندس اعتبرها اتموسفير، هتعتبرها اتموسفير. قال لك برضه اللي هي ايه؟ اللي هي 10 أس 5 ايه؟ نيوتن لايه؟ لكل متر ايه؟ مربع. يعني لما يجي يقول لك الضغط بتاعي ب 5 اتموسفير يبقى انت عرفت ان هو 5 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر مربع. طب 6 بار، 6 في 10 أس 5 نيوتن لكل متر ايه؟ مربع. ايه؟ هي هنعتبرها هي فرق صغير قوي اللي هو 1.0133، فاحنا هنعملها 10 أس 5. حلو؟ طيب يعني ايه بي اس اي؟ مش بلاي ستيشن، لا. قال لك يا باشمهندس هو عباره عن باوند سكوير انش. قال لك باوند بير سكوير انش، يعني باوند بير سكوير انش. باشمهندس هو عشان احول من باوند لكيلو جرام بضرب في كام؟ 0.4536 بتاع الجيم، ها احولها لايه؟ لكيلو جرام. عشان احول من كيلو جرام لنيوتن 9.81 هقسم على من انش لسنتي 2.54. طب من انش لمتر يبقى 2.54 في 10 اس سالب 2، كل ده اس كام؟ سكوير. فانت تقدر تحول البي اس اي لنيوتن لكل متر ايه؟ سكوير. فكك من ده كله، انا بقول لك لو اداها لك بي اس اي تعرف تحولها ازاي بس مش اكتر. في مشكله دلوقتي؟ عرفت يعني ايه كلمه بريشر؟ طيب اول ما جه اتكلم يا باشمهندس واول ما الدكتور دخل المحاضره بدا يشرح لك او يثبت لك حاجه اسمها الباسكال لو، قانون باسكال. ايه؟ قانون باسكال. ما انا هقول لك دلوقتي، ما انا كاتبه. بص قانون باسكال ده يا باشمهندس بيتكون من 3 حاجات، والثلاث نظريات دول في قانون باسكال هي اللي هتبدا تبني عليها كل الجزء اللي جاي. يعني الجزء اللي جاي كله بناء على قانون باسكال. بيقول لك ايه؟ اقرا الكلام وركز معايا. بيقول لك ان البريشر عند اي نقطه ات اني بوينت في الفلويد قال لك هاز سنجل فاليو. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي دلوقتي فلويد بالشكل ده، قال لك البريشر عند اي نقطه ليها ضغطها مختلف عن النقطه الثانيه. يعني بريشر ايه غير بريشر ايه؟ بي غير بريشر سي. وقال لك كمان ان الضغط ده حاجه اسمها ايزوتروبيك. يعني ايه كلمه ايزوتروبيك؟ قال لك يعني بيبدا يأثر في كل الاتجاهات بنفس القيمه. يعني البوينت A بي A بتبدا تأثر في كل الاتجاهات بنفس البي A. فيها مشكله؟ دي سهله. طيب اللي بعديها بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشمهندس ان البريشر في السيم at all points. ماشي؟ بص يا باشمهندس قال لك البريشر is the same ايه؟ same value، يعني نفس القيمه على نفس الهوريزونتال بلان. يعني ايه؟ يعني البي بي لو هي على نفس استقامه البي دي يبقى البي بي بتساوي البي دي بتساوي اي بريشر على نفس الايه؟ الهوريزونتال بلان. فيها مشكله؟ طيب اللي بعديها بقى بيقول لك ان البريشر في الفيرتيكال دايركشن، يعني طول ما انا بطلع او طول ما انا بنزل، قال لك بيتغير بناء على الدبس. الدبس بكام هحط لك بريشر بكام. في مشكله؟ فمعنى كده يا باشمهندس حط لك العلاقه اللي بتقول لك ان البارشال بريشر في اتجاه اكس بيساوي كام؟ هل البريشر بيتغير في اتجاه اكس؟ اهي زيرو. كلمه بارشال بريشر يعني هل البريشر بيتغير في اتجاه ايه؟ في اتجاه اكس. طيب باشمهندس البارشال بريشر في اتجاه واي بكام؟ ما هو يا باشمهندس هوريزونتال بلان اكس في واي، صح؟
فمعنى كده ان التغيير في اتجاه الواي بكام؟ بزيرو. طب يا باشمهندس البارشال بريشر ولكن في اتجاه زد بكام؟ قال لك برقم، الرقم ده هو نيجاتيف جاما. ليه نيجاتيف؟ لان انت عندك التانك اهو، دي الاكس وجوه الواي وهنا الايه؟ الزد. قال لك كل ما بطلع في الزد كل ما البريشر بيقل، فالعلاقه ايه؟ عكسيه، فعشان كده حطيتها بسالب جاما. مين الجاما؟ 9810 في حاله الووتر، وفي حاله اي فلويد ده عباره عن سبيسيفيك جرافيتي في 9810. صح ولا مش صح؟ يبقى انت عرفت دلوقتي ان انا لو جيت قلت لك البريشر A والبريشر B، هات لي العلاقه بين البريشر B والبريشر A وانا عندي هنا ووتر. هتقول لي يا باشمهندس بسيطه جدا، البريشر B بيساوي البريشر A. انا نازل لتحت ولا طالع لفوق؟ من A ل B، يبقى زائد الجاما في الاتش اللي هي دي. بس فيها مشكله؟ طيب سي، البريشر سي هيساوي ايه؟ البريشر ايه طالع ناقص الجاما ايه؟ اتش. باشمهندس من الاخر، هو انت كل ما بتنزل تحت في عمق الميه البريشر بيزيد ولا بيقل؟ حط دي في دماغك على طول. فانت كل ما بتنزل الضغط بيزيد، كل ما بتطلع الضغط بايه؟ بيقل. بس كده. فانت خد ريفرنس ليك وابدا اشتغل من عليه. بي ايه هو ده الريفرنس اللي هبدا اشتغل من عليه. بنزل بيزيد، بطلع بيقل، بس كده. الجاما في الاتش حتى هذه اللحظه في اي مشكله؟ والله هو انا اصلا معاك منها تحت شويه انت الناس مش لا انا بس عايز احولها. هي يا باشا فورس والله فورس، حولها يا عم الحاج. فورس عموما مالكش دعوه، حول لي من باوند فورس لنيوتن. هتضرب في كام؟ هنضرب السلاج اللي هحولها كيلو جرام. انا ما اتكلمتش في سلاج. هو دلوقتي الباور فورس عباره اللي يعني سلاج ففي على سكن. ماشي فهنحول السلاج كيلو جرام. ماشي هنحول الفيت لليتر. حلو، احسبها لي بقى. هي طيب ركز معايا دلوقتي يا باشمهندس. في مشكله في الطالع والنازل خالص تماما؟ طيب وبكده يا باشمهندس يبقى انا خلصت الجزء بتاع الباسكال لو. بس الفكره كلها ان انا عشان اطبق الباسكال واقول ان الهوريزونتال البريشر ما بيزيدش وتحت وفوق البريشر بيزيد او بيقل، لازم يبقى عندي شويه اسامبشنز. ايه بقى الاسامبشنز؟ قال لك ايه الافتراضات؟ اول حاجه ان الفلويد يبقى كونتينوس. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تجيب لي تانك هنا وتانك هنا وتقول لي يا باشمهندس دي البريشر بتاع بي ودي البريشر بتاع ايه، فالبريشر بتاع بي بيساوي البريشر بتاع ايه زائد الجاما في الاتش. لا، لازم يبقى في نفس الايه؟ نفس الفلويد، يبقى الفلويد كونتينوس مع بعضه. في مشكله؟ فهمنا كلمه كونتينوس دي؟ طيب اللي بعديها حاجه اسمها هوموجينيوس. يعني ايه؟ يعني نفس الايه؟ نفس الماده. يعني ايه برضه يا باشمهندس؟ يعني لو ووتر يبقى ووتر، اويل تبقى اويل، جاز يبقى وهكذا. طيب الثالثه، ما هو اصلا اسمه هيدروستاتيك شابتر، لازم يبقى الفلويد ساكن. ما يجيش الفلويد بيتحرك تقول لي هطبق باسكال البي ايه زائد البي بي والكلام دوت. لا، لازم يبقى الفلويد ايه؟ استاتيك. في مشكله لحد دلوقتي؟ طب صور ماشي. بيقول لي ايه بقى يا باشمهندس؟ بيقول لي دلوقتي قال لك يا باشمهندس انت بتيجي تحسب البريشر بناء على ريفرنس، صح ولا مش صح؟ قال لك انت عندك تو ريفرنس مهمين جدا. انا عندي دلوقتي ريفرنس كده وريفرنس كده، واحد اسمه ابسوليوت واحد اسمه جيج. ايه الكلام دوت؟ قال لك يا باشمهندس لو انا عايز احسب البريشر بتاع نقطه A، قال لك يا باشمهندس على حسب انت عايز تحسب البريشر بتاع نقطه A بالنسبه للجيج سكيل ولا بالنسبه للابسوليوت سكيل. نتكلم الاول عن الابسوليوت. قال لك بسيطه جدا يا باشمهندس، الابسوليوت سكيل البي ابسوليوت مثلا هيساوي اولا البي اتموسفير. فيها مشكله؟ البي ايه؟ اتموسفير زائد البي جيج. من هنا لهنا بريشر جيج، مش من النقطه دي للريفرنس دوت هو البريشر بتاع السكيل بتاع الجيج. يبقى قال لك يا باشمهندس من الاخر الفرق ما بين الابسوليوت والجيج هو حاجه اسمها الايه؟ الاتموسفير. يعني الجيج بيعتبر ان الضغط الجوي كله بزيرو، واللي اكتر منه
هحسبه لك، واللي اقل منه هحسبه لك. يعني معنى كده ان الجيج دوت ممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى ايه؟ نيجاتيف، لان لو الضغط بتاعي اقل من الضغط الجوي هيبقى ايه؟ نيجاتيف، صح؟ ونسبة التناسب يعني كده. يعني ايه نسبة وتناسب؟ يعني بيزيد بزيادة مين ده؟ الاتموسفير. ماله؟ الاتموسفير ده ثابت، رقم ثابت اللي هو كام؟ 10 أس 5 نيوتن بير متر سكوير. قال لك بقى يا باشمهندس كل الفرق ان الابسوليوت بياخد في اعتباره البي اتموسفير. الجيج ما بياخدش في اعتباره البي اتموسفير، بيقول لك بص يا باشا الضغط الجوي كله بزيرو، ولو انت زياده عن الضغط الجوي هحسبه لك بالكام؟ بالدلتا يعني. انما الابسوليوت هيبقى الدلتا زائد الاتموسفير. كل اللي عايزك تعرفه معلومتين. الجيج يا باشمهندس بوزيتيف او نيجاتيف، الابسوليوت هل ينفع يبقى نيجاتيف؟ هل ينفع يبقى فيه ضغط اقل من الضغط الجوي؟ في ضغط اقل من الضغط الجوي في حاله النيجاتيف هنا اللي هو هنا مثلا. بس هل في ضغط اشيل الضغط الجوي كله ويبقى بالسالب؟ قال لك لا. قال لك يا باشمهندس معنى كده ان البي ابسوليوت ما ينفعش تبقى بالايه؟ بالسالب، انما البي جيج بوزيتيف او ايه؟ او نيجاتيف. معلومه مهمه، ام سي كيو ميد تيرم، ربنا معاكم. تمام؟ طيب يبقى انا كده عرفت ان انا عندي تو ريفرنس. طيب يا باشمهندس مسائلي كلها على مين؟ قال لك ما دام ما جابش سيره احنا على الجيج. احنا على طول بنعتبر ان الضغط الجوي كله بنعتبره بزيرو، واللي ازيد منه بحسبه بس. يبقى انا كل شغلي على مين؟ الجيج. طب لو جه قال لك في الامتحان اداك البي ابسوليوت بيساوي رقم وعايز البي جيج، بس خلاص ما انت عارف ان البي ابسوليوت بيساوي البي اتموسفير زائد البي جيج. هو مديني الابسوليوت نقص منه البي اتموسفير، جبت البي ايه؟ جيج. البي اتموسفير بكام؟ مش لسه قايلين 10 أس 5 نيوتن بير متر سكوير؟ صح؟ في مشكله دلوقتي؟ حد عنده مشكله ما بين التو سكيل دول الجيج والابسوليوت؟